تخيل معايا السيناريو ده. انت عندك سيستم زي الفل وفي مايكرو سيرفيس مسؤول عن عمل الاوردرات، اوردر سيرفيس. المبيعات شغالة ومفيش اي مشكلة. فجأة وبدون اي مقدمات السيستم كله وقع. تيجي تفتح صفحة المنتجات تلاقيها ما بتفتحش. صفحة البروفايل واقفة. السيرفر كله بيرمي في وش الناس 504 جيت واي تايم اوت. تجري بسرعة تبص على اللوجز تكتشف المفاجأة. الاوردر سيرفيس سليمة وقاعدة البيانات بتاعتها سليمة، لكن السيرفيس التانية بتاعت الدفع او الديماند سيرفيس هي اللي كانت تقيلة او ميتة. السؤال هنا، لما الديماند سيرفيس هي اللي ماتت، ليه الاوردر سيرفيس ماتت معاها وشلت حركة السيستم بالكامل؟ ليه الانهيار اتنقل زي قطع الدومينوز؟ اهلا بيكم في كبسولة السيستم ديزاين جديدة. انا مصطفى سليمان، والنهارده هنتكلم عن الكابوس اللي بيصحي اي هيد اوف انجينيرينج او سوفت وير اركتكت من النوم في نص الليل. كابوس الكاسكيدينج فيلير او الانهيار المتتالي. عشان نفهم الكارثة لازم نعرف السيرفر بتاعنا بيفكر ازاي. لو انت شغال بالسبرينج بوت مع التوم كات بالتكوين الافتراضي، فانت شغال بنمط اسمه ثريد بير ريكويست. يعني ايه؟ يعني توم كات جواه مخزن ثريدز اسمه ثريد بول. الافتراضي بتاعه فيه 200 ثريد. كل ما مستخدم يدخل يعمل اوردر السيرفر بيسحب له ثريد من البول عشان ينفذ الكود. تعال نمشي واحدة واحدة في السynchronous communication. المستخدم أحمد دخل يشتري، السيرفر سحب له ثريد واحد. الثريد واحد ده مشي في الكود وعمل HTTP كول متزامن سينكرونس للديماند سيرفيس عشان يطلب بيانات. والديماند سيرفيس هنا مهنج وبياخد وقت طويل جدا عشان يرد. الثريد واحد دلوقتي حالته بقت بلوكد، واقف مكانه في الذاكرة مشلول، ما بيعملش أي حاجة غير إنه مستني الرد. في نفس الثانية دخل 10 مستخدمين، بعدهم 50، بعدهم 100. السيرفر فضل يسحب ثريدز من البول عشان يخدمهم، وكلهم راحوا وقفوا جنب ثريد واحد مستنيين الديماند سيرفيس اللي ما بتردش. في ثواني معدودة الثريد بول بتاعك بقى صفر. حصل له ثريد ستارفيشن أو نفاد تام. هنا بقى بتظهر الكارثة. يدخل مستخدم جديد خالص اسمه محمد، داخل بس يشوف قائمة المنتجات جيت برودكتس، ملوش أي علاقة بالدفع ولا بالديماند سيرفيس. طلب محمد يوصل للسيرفر، السيرفر يروح للثريد بول عشان يسحب له ثريد يخدمه. يلاقي البول ناشف ومفيش ولا ثريد فاضي. الطلبات تبدأ تتراكم بره في الريكوست كيو. الكيو ده أول ما يتملي، وعادة بيكون آخره 100 طلب، السيرفر هيبدأ يرفض كل الناس ويرمي خطأ connection refused أو 504 gateway time out. بكده السيرفر بتاعك مات واتشلت حركته بالكامل. مش عشان الكود بتاعك وحش، لأ، عشان انت فضلت مستني سيرفيس تانية بغباء ومن غير حدود. طيب لو احنا مضطرين نشتغل سينكرونس لأسباب البيزنس، ازاي نحمي سيرفرنا ونبني خطوط دفاع تمنع الكاسكيدنج فيلير ده تماما؟ عندنا 4 سبل حماية أساسية لازم نطبقهم فورا: strict time outs، circuit breaker، bulk head pattern، rate limiter. الخط الأول strict time outs. أكبر خطأ هندسي إنك تسيب التايم اوت على الإعدادات الافتراضية اللي ممكن تقعد 30 ثانية. لازم تحط حد أقصى صارم وقصير، مثلا 500 ملي سكند. لو الديماند سيرفيس مردتش في الوقت ده
الثريد يقطع الاتصال فورا ويرمي اكسبشن ويرجع للبول يخدم ناس تانية. الخط التاني وهو الوحش الذكي سيركت بريكر، وده شغال كبوابة ذكية في الكود قبل ما نطلع للشبكة. البريكر ده بيراقب لو لقى آخر 20 طلب 50% منهم حصل لهم تايم اوت، بيفهم ان السيرفيس التانية بتغرق، فيقوم يفتح السيركت اوبن ستيت. اي طلب جديد بيجي السيركت بريكر هيرفضه من على الباب في اجزاء من الملي ثانية بدون ما يستهلك ثريد وبدون ما يكلم السيرفيس التانية اصلا، ويرجع رد بديل فول باك. وبكده حمينا الموارد بتاعتنا بنسبة 100%. الخط التالت بالك هيد باترن، مستوحى من تصميم السفن وعزل الغرف. في الثريد بول بنقول لتوم كات انا مش هسيب ال200 ثريد متاح لاي حد، انا هعمل بول فرع صغير على جنب فيه 10 ثريدز بس مخصصين للديماند سيرفيس. لو الديماند سيرفيس هنج ال10 ثريدز دول بس هم اللي هيحصل لهم بلوك، وبقية ال190 ثريد بتوع السيرفر هيفضلوا أحرار تماما يخدموا بقية السيستم ونحميه من الموت الكامل. الخط الرابع ريت ليميتر، وده بيقعد حارس بره على بوابة الريكوست كيو، بيحدد حد أقصى للطلبات في الثانية عشان يحمي السيرفر من أي ترافيك سبايكس مفاجأة ممكن تملى الكيو وتشله من المنبع. عشان نطبق الكلام ده بشكل عملي في بيئة جافا وسبرينج بوت، احنا مش بنعيد اختراع العجلة. don't reinvent the wheel. المعيار القياسي في السوق حاليا هي مكتبة اسمها Resilience 4J. بمنتهى البساطة المكتبة دي بتقدم لك annotations جاهزة وسلسة جدا بتقدر تحطها فوق الميثودز بتاعتك اللي بتكلم السيرفيس الخارجية، زي at circuit breaker at bulkhead. وجوه الابليكيشن دوت يامل بتقدر تظبط الكونفيجريشن بتاعتك زي حجم البول في البالك هيد، نسبة الفشل المسموحة في السيركت بريكر، ووقت التايم اوت. ومن خلال الفول باك فانكشن بتقدر ترجع رد ذكي للمستخدم، مثلا تجيب البيانات من الكاش او تقول له جاري تأكيد طلبك بدل ما السيستم يقع في وشه. الخلاصة الهندسية للنهاردة: في عالم المايكرو سيرفيسز الفشل مش رفاهية، الفشل حتمي. ديزاين فور فيلير. لو مضطر تبني اتصال متزامن سانكرونس، أمن نفسك فورا بالسيركت بريكر والستريكت تايم اوت. ما تخليش سيرفرك يموت بغباء بسبب مشاكل آخرين. ما تنساش تعمل لايك لو الكبسولة دي رتبت دماغك، واشترك في القناة عشان توجه الكبسولة الجاية لدماغك فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.